اللائحه الجديده ديال وليد الركراكي خرجت، وكيف العاده النقاش كان كثير بين الجماهير، ولكن هذه المره كاين واحد الاسم الغياب ديالو طرح 1000 سؤال. فين هو اسماعيل باعوف؟ كنهضروا على الصخره الدفاعيه ديال المنتخب اللي توج بكاس العالم اقل من 20 سنه، ماشي غير لاعب عادي. باعوف كان هو القلب النابض ديال الدفاع، حتى مهاجم ما قدر يراوغ في البطوله كامله، ودقه التمريرات ديالو وصلت 100% في ماتش اسبانيا، والاكثر من ذلك كان حاسم حتى هجوميا. ربح لينا ضربه جزاء ضد فرنسا وصلنا الهدف الاول في الفينال، كيتعتبر لاعب متكامل بمعنى الكلمه. والغريب في الامر ان باعوف كان حاضر في اللائحه الاوليه ديال المنتخب الاول لاول مره. النادي ديالو كان بور الهولندي اعلن خبر بفخر، كلشي كان كيتسنى يشوف هذه الموهبه اللي ضحات بمنتخب بلجيكا باش تلعب للمغرب كتاخذ الفرصه ديالها مع الكبار. ولكن في اللحظه الاخيره الركراكي قرر يخلي الاسم ديالو على جنب. هنا فين كيبان الفرق في العقليات. في الارجنتين لاعب شاب بحال جينالو كابريستياني اللي تالق في نفس المونديال، المدرب ليونيل سكالوني عيط له مباشره للمنتخب الاول وكافئ على الموهبه والاداء ديالو، وسياسه سكالوني واضحه، اللي كيستاهل كياخذ الفرصه ديالو. السؤال اللي كيطرح راسو ماشي هو باعوف لاعب مزيان ولا لا، حيت الاداء ديالو جاوب على هذا الشيء. شنو هي الرساله اللي كتوصل للمواهب الشابه فاش بطل عالمي ثبت المستوى ديالو وضحى باش يمثل بلاده، ما كيلقاش حتى فرصه باش يكون مع المنتخب الاول؟ واش هكا كنشجعوا المواهب ديالنا.